احنا عارفين ان كل الاختراعات اللي بتمر علينا دايما بنلاقي مخترعها اكتشف الاختراع ده صدفه. هو برضو ادوارد جينر ده الاكتشاف بتاعه ما كانش صدفه قوي، هو كان فيه شويه تشغيل دماغ. كان في مرض ساعتها منتشر اسمه الكاو بوكس. ادوارد جينر لقى ان الاشخاص اللي اتصابوا قبل كده بمرض الكاو بوكس ده ما بيتصابوش بمرض السمول بوكس، جسمهم بيكون مناعه تجاه المرض. المهم ادوارد جينر جاب طفل عنده 8 سنين اسمه فيبس واداله جرعه طبق الاصل من المرض بحيث ان جسمه يكون مناعه ضد المرض ده. وفيبس في الاول تعب يومين 3 باعراض خفيفه جدا، بس فعلا المرض ما جالوش خالص. ومن اللحظه دي ده كان اكبر انجاز في تاريخ البشريه، والمرض ده واحده واحده اختفى من العالم كله بحملات التطعيم المهوله اللي اتعملت في العالم. عايز اقول لك بقى ان الفاكسين ده بطلوا يدوه من 1980، يعني العلامه اللي على الكتف اللي انا بقول لك عليها دي هتبقى غالبا عند باباك او جدك. طيب هتقولي بس انا لما ببص على كتفي الشمال بلاقي برضو عندي علامه، يا ترى دي علامه ايه؟ دي علامه الفاكسين اسمه البي سي جي فاكسين، وده طبعا مش موضوعنا النهارده خالص. فده معناه ان كتفك ملوش دعوه بانقاذ البشريه زي ما كنت بقولك